السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى جيت لكم بفيديو جديد وروتين جديد. اتمنى الروتين النهارده يعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم فيه. متنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل فيديو جديد بنزله ان شاء الله، وتكتبوا لي كده كومنتات حلوه كده زيكم. النهارده بقى يا جماعه هعمل معاكم كشري مصري الحله الواحده. بجد كشري جامد جدا وحلو قوي. اتمنى تجربوه بالطريقه بتاعتي دي، بجد تحفه جدا ومن غير بقى مواعين كتير ولا بهدله مواعين كتير بقى، ويبقى عندنا مواعين قد كده في الحوض. النهارده كله في حله واحده. اول حاجه جبت البصل وقشرته وغسلته كويس جدا وقطعته كده جوانح زي ما انتم شايفين، وحطيت عليه معلقه صغيره من الملح ومعلقتين كبار من النشا، وقلبتهم كلهم كويس كده مع بعض. لازم افرفطهم كده من بعض عشان ايه، يبقى ما يبقاش كلهم ملزوقين في بعض، ويبقى مفرفطين كده وينزلوا في الزيت ويتقلوا ويبقوا جمال قوي. هنا بقى كنت خلاص بقى فرفطت كل البصل. معايا هنا بقى على النار كوبايه زيت. طبعا يا جماعه ما تستكتروش الزيت، طبعا الكوبايه بتبقى حلوه قوي يعني، يا دوب عشان هعمل بيها كل الوصفه. هحمر البصل وهعمل بقى وصفه الكشري، وهعمل بيها كمان الصلصه والحمص وكل حاجه، فاصلا مش كتير الكوبايه. زي ما قلت لكم بقى، حطيت كوبايه زيت وسبتها سخنت شويه وحطيت عليها البصل. طبعا احنا ما بنكترش البصل في الحله عشان البصل لما بيبقى كتير بيلزق في بعضه وبيبقى طري، لا خلي البصل حبه صغيرين عشان يقرمش ويبقى جميل وياخد لون حلو كده زي ما انتم شايفين. طبعا ما بحبش اخليه ياخد لون غامق قوي عشان ما يبقاش غامق ومر. لا انا بحب اطلعه باللون الذهبي اللي انتم شايفينه ده، بيبقى اللون حلو قوي ومظبوط، وبيبقى البصل مقرمش وجميل جدا. وعملت بقى كل الكميه زي ما انتم شايفين كده وطلعته. بجد يعني كان واخد معايا لون ذهبي جميل جدا. اصلا الصراحه بيبقى طعم حلو قوي البصل ده، يعني اهم حاجه في الكشري هو البصل المتحمر ده بيبقى تحفه. وهنا بقى جبت حله تانية. هي صراحه الصلصه بس هي اللي هتاخد حله تانية. طبعا زيت البصل انا صفيته عشان بيبقى فيه فرافيت صغيره من البصل فلازم يتصفى. اخدت من زيت البصل حبه صغيرين في الحله وحطيت عليه معلقه توم كبيره وعصير طماطم ومعلقتين صلصه. حطيت صلصه طبعا عشان الطماطم معايا ما كانش لونها احمر، فانا لازم اخلي الطماطم يبقى لونها احمر كده وجميل زي ما انتم شايفين. بصوا بقى لونها احمر ازاي وحلو. وحطيت كمان معلقه ملح ومعلقه سكر، لازم السكر طبعا عشان يعادل حموضه الطماطم. وحطيت كمان فلفل اسود وكمون، وقلبته كويس جدا زي ما انتم شايفين، وغطيت الحله واسيبها بقى تتسبك على نار هاديه. وهنا بقى جيت على حله تانية برضو، اخدت شويه زيت من زيت البصل. زيت البصل الصراحه عمل كل الوصفات النهارده. حطيت بقى كوبايه شعريه. بصي على حسب اسرتك برضو، لو اسره كبيره هتنفع برضو الكميه دي، يعني حسب اسرتك وبالنظر كده وانتي وايمي. طبعا ايدي على طول في الشعريه. ما ينفعش يا جماعه نسيب الشعريه عشان بتاخد لون بسرعه وتبقى واحده واخده لون والتانيه لا، فلازم ايه، اول باول كده تبقى ايدك على طول في الشعريه. وانا هنا كنت حمرت بقى الشعريه واخدت اللون الذهبي الجميل ده. زي ما قلت لكم يا جماعه الشعريه ما ينفعش نسيب ايدينا منها خالص. ومعايا هنا كمان كوبايه رز مصري مغسول ومتصفي كويس، وبقلبه مع الشعريه كويس عشان يبقى مفلفل وجميل. ومعايا كوبايه عدس بجبه. طبعا العدس منقياه وغسلاه كويس جدا ونقعاه في ميه سخنه لمده ساعه، برضو بيبقى الطريقه دي حلوه برضو. ومعايا كيس مكرونه عقل صغيره، ومعايا ميه سخنه. ميه سخنه طبعا لازم، ومش بكتر الميه قوي، يعني ايه يا دوب بس تغطي كل المكونات كده، يعني يا دوب تغطيها. ومعلقه ملح وقلبته كويس. بقلب قبل ما احط الاسباجيتي عشان ما تعجنش، بقلب الاول بالملح. ومعايا بقى ايه، نص كيس مكرونه سباكيتي بحطها بالطول وبالعرض كده عشان ما تعجنش زي ما قلت لكم، واغطيها. واول ما تشرب الميه تتشرب هوطي النار خالص واسيبها تستوي. وهنا بقى كنت بعمل الدقه. حطيت كوبايه ميه ومعلقه كبيره من الثوم والفلفل، خلطهم كويس في الهون، وحطيت ربع كوبايه خل. بجد مظبوطه، او الخل بتاعها مظبوط. وحطيت برضو بهارات، كمون وفلفل اسود وشطه، حاجات بسيطه جدا. بجد الدقه دي كانت جامده جدا يا جماعه. والله الكشري انا عاملاه النهارده حلو، بجربوه وتقولوا لي ايه رايكم فيه. وسبتها كده يا دوب تغلي بس كام غلوه بسيطه وخلاص. وهنا بقى ايه، معايا كبده. كان جوزي جايب لي الكبده دي من بره، هي مجمده بس الصراحه بتبقى طعمها حلو قوي، واحنا كمان بنحب الكشري بالكبده، بيبقى ايه عامل زي المحلات، بيبقى طعمه تحفه. هنا حطيت شويه زيت يا دوب بس الزيت سخن، يعني لازم زيت الكبده بيسخن ونزل عليه الكبده عشان تاخد صدمه، عشان الكبده ما ينفعش تنزل ميه، لازم تاخد صدمه على طول كده مع الزيت السخن. وهي اصلا الكبده بتبقى جاهزه ومعاها الدقه بتاعتها ومعاها الفلفل بالثوم بتاعها بكل حاجه. يعني سريع سريع، انا يا دوب عملت الكشري وهو جابها لي دي من بره وانا عملتها بسرعه يعني ما اتاخرتش.
وهنا بقى كنت خلاص عملت الكبده وكانت جميله قوي، وحطيت اهو الدقه زي ما قلت لكم. حطيت الثوم والفلفل، هي بتبقى جايه مع يعني في علبه كده صغيره مع الكيسه، وبيبقى حلو قوي بجد والله، طعمها حلو قوي. وهنا بقى كانت الكبده معايا استوت بقى وكانت جميله جدا زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى هقدم بقى الكشري بتاعي. طبعا الكبده لازم ليمون، ليمون كتير، يعني انا حطيت نص ليمونه كده كبيره. وهنا بقى الكشري المفلفل بتاعي الجميل اللي انا عاملاه، جربوه والله يا جماعه تحفه. حطيت بقى عليه الدقه، وحطيت كمان الصلصه، بجد كان حلو قوي. وحطيت البصل المحمر. اه يا جماعه كنت عامله حمص كمان. عملت الحمص، نقيته برضو عشان ساعات بيبقى فيه حاجات كده مش كويسه، وغسلته وسلقته مع شويه يعني مع بصلايه وكمون وكزبره وفلفل اسود، دي حاجات بسيطه، وغلى واستوى جميل. بصوا ده شكل الصفر النهائي، كان جميل جدا مع الصلصه والدقه، كان تحفه. وهنا بقى كانوا قالوا لي عايزين حاجه حلوه، عايزين ياكلوا حاجه حلوه، فعملت لهم بسبوسه. بجد طريقه البسبوسه دي تحفه، يعني اي واحده مبتدئه تعملها والله جميله وهتظبط معاكي. كان معايا كوبايه سميد، وحطيت عليها معلقه صغنونه قوي من البيكنج باودر، ومعلقتين جوز هند، وقلبت المواد الجافه كده مع بعض كويس، وحطيت كمان نص كوبايه سكر. كل حاجه كانت نص كوبايه، ما عدا اللبن اخدت بس ربع كوبايه. حطيت برضو نص كوبايه سمنه، سمنه طبعا تكون سايحه. واحنا مش بنعجن في البسبوسه، احنا بنقلب فيها بس ايه بالمعلقه، عشان يعني بتبقى عامله معاكي شبه الرمله المنديه، بتبقى حلوه قوي. وحطيت كمان معلقتين عسل نحل، لو مش عندك عسل نحل ممكن تعملي شربات وتحطي، او ممكن عسل كلوكوز، بس عسل الكلوكوز تذوبيها مع اللبن، ما ينفعش تحطي عسل الكلوكوز فوق السميد كده على طول. وهنا بقى ايه كنت خلطت كل كميه معايا، بجد تحفه قوي. انا بحب الصينيه دي عشان ما بحب، يعني احنا بنحب البسبوسه تبقى رقيقه، ما بتبقاش سميكه وتخينه، احنا بنحبه الحجم بتاعها كده. وحطيتها بقى في الصينيه دي ودخلتها فرن درجه حراره 180. وعملت طبعا شربات كوبايه ونص ميه وكوبايه سكر وعصره نص ليمونه وفانيليا، وسبتها تغلي لمده 7 دقايق. وتعرفوا بقى البسبوسه ناجحه ازاي، ان هي تشرب الشربات. وهنا كانت البسبوسه بتاعتي شربت الشربات وكانت جميله جدا. وسبتها برضو غطيتها شويه عشان تبقى مرمله وجميله. وبرضو في اخر السهره طلبوا مني عصير ليمون، كانوا عايزين يشربوا عصير ليمون، فجبت ليمون وقشرته. زي ما انتم شايفين لازم اقشر الليمونه واطلع منها البذر واحطها بقى في الخلاط واعمل احلى عصير ليمون. هنا بقى كنت صورت معاكم الليمونه دي وعملتها وشلت منها البذر، وكملت بقيه الليمون مع نفسي. وحطيت كمان السكر، بحب اسكر الليمون عشان بيبقى مسكر كده وطعمه جميل. وخلطت بقى كله كويس مع بعض. وبرده بحب اعمل مع الليمون يعني ايه ربع كوبايه بسيطه كده من اللبن، بيخلي طعم الليمون جميل قوي. الليمون مع اللبن والله بيبقى حلو، جربوه والله هتدعوا لي. وبس كده عملت الليمون والبسبوسه اهي، بعد ما بردت شويه وبقت جميله قدمت لهم بقى، يعني جوزي وجودي قدمت لهم بقى، وبقوا فرحانين والله بالبسبوسه، وقالوا لي طعمها جامد جدا. بجد اي واحده مبتدئه والله في البسبوسه هتنجح معاكي من اول مره، طعمها حلو قوي. وبصوا كانت مفلفله وجميله ازاي. ويعني انا حطيت بقى البسبوسه وحطيت لهم كمان عصير الليمون. وبس كده فيديو النهارده، اتمنى يعجبكم، ومع السلامه، القاكم في فيديو جديد تاني، مع السلامه.